السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني والله كتير جدا. ان شاء الله النهارده اول سيشن من الكورس التأسيسي. طيب احنا هناخد ايه يا مستر؟ ما تقلقوش خالص، والله الموضوع بسيط. احنا في الاجازة مش بنعقد نفسنا في اي حاجة خالص، احنا فري كده بناخد شوية حاجات كده، بس ايه، حاجات قديمة انتوا خدتوها، وبصراحة في حاجات جديدة. طب ليه ناخد جديد؟ ما احنا كده هناخده مجرد بس ان انت تبدا دماغنا تشتغل، تاخد فكره. عارف انت تاخد فكره، بتعرف خد فكره واشتري بكره، بالظبط كده. الناس اللي بتقولها دي، لا، انت بتاخد فكره بس، وبتعرف ايه اللي موجود وايه اللي هيحصل واحنا هناخد ايه في المنهج. تبقى انت مستوعب، تبقى انت دارك، فاهم انت؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا مع بعضنا كده. ده هنا وانا عامل ساحر بالظبط كده، عاملين لي ساحر. طيب ربنا يسامحهم. طيب بسم الله. هو بيقول لي احنا كنا خدنا قبل كده ان الماده زي البوكس ده، ولا زي الطوبه، ولا زي الروكس الحجر، بيتكون من حاجات اصغر اسمها مولكيولز، جزيئات، اللي هي الدوائر الصغيره ديت. والمولكيولز بتتكون من حاجات اصغر اللي هي الاتومز. تمام. طيب ايه رايك بقى؟ احنا عرفنا ان الاتوم هي البيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن اوف ماتر، يعني هي اصغر حاجه بتكون وتشغل الماده. ما هي اصغر حاجه، ما احنا لسه قايلين الماده بتتكون من حاجه اصغر اسمها مولكيولز، والمولكيولز بتتكون من حاجه اصغر اسمها اتوم. فاصغر حاجه هي الاتوم، يبقى الاتوم هي البيزك اللي هي السمولست، يعني يونت الاساسيه والصغيره. الاستراكشر بتكون والفانكشن بتشغل الماتر. طب سيبك بقى من ده، بيقول لك similarly بالظبط برضو البادز، اجسامنا بتاعت الليفنج اورجانيزمز، الكائنات الحيه. ثانيه بس عشان الحاجات اللي بتطلع دي. تمام. بتاعت الكائنات الحيه مالها زي الهيومن، وطبعا الليفنج اورجانيزمز بتتكون برضو من حاجات اصغر. مثلا بصوا كده الصوره ديت اهو، البادي ده هيومن بادي، ده جسم الانسان، بيتكون من حاجه اسمها سيستمز، جروب اوف سيستمز. السيستم اللي بنفكر فيه بنفكر بيه النيرفس سيستم. السيستم اللي بنتنفس بيه الريسبيراتوري سيستم. السيستم اللي بناكل الدايجستيف سيستم، اللي بيخلينا نتحرك الماسكولار سيستم او الماسكولوسكيليتال سيستم. طيب والسيستم نفسه ده الدايجستيف اهو، بيتكون من اورجنز، مجموعه من الاورجن. يبقى البادي بيتكون من سيستم، السيستم بيتكون من اورجنز، والاورجن الواحد زي ما انتم شايفين، الاورجن المعده دي الاستومك. المعده بتتكون من حاجات تانية جواها سبحان الله اسمها تيشوز، بتتكون من جروب اوف تيشوز، مجموعه من الانسجه. عارف انت زي مثلا، انا طول بحب اشبه التورته، طبعا الاستومك غير التورته، بس تورته طبقات، هي تورته على بعضها، الاستومك على بعضها، بس بتتكون من طبقات. يبقى الاستومك بتتكون من تيشوز انسجه، والتيشوز بتتكون من حاجه اصغر اسمها السيلز، والسيل بتتكون من حاجه اصغر اسمها الاورجانيلز. يعني السيل فيه جواه حاجات اصغر، ايوه، النيوكليوس، السيتوبلازم، الميتوكوندريا، الحاجات اللي جوه السيل، الحاجات اللي جواه في حاجات اصغر جوه السيل. واكتشفنا بقى ان الاورجانيلز دي بتتكون من برضه مولكيولز، والمولكيولز كانت بتتكون من ايه؟ الناس اللي فايقه معايا، ايوه قول بقى معايا، ايوه اتوم، صح، تتكون من اتومز، صح كده، انتوا كده فاهمين معايا. يبقى فعلا البادي سيستم، والسيستم اورجان، والاورجان تيشوز، والتيشوز سيلز، والسيلز اورجانيلز، والاورجانيلز مولكيولز، والمولكيولز اكيد اتومز. تمام. طيب ده الاستراكشر سيكونس اوف ذا هيومن بادي، ده تركيبه الانسان، الجسم يعني. طيب هو ايه الفرق ما بين، عندنا حاجه اسمها يوني سيلولر ومالتي سيلولر. اليوني سيلولر، كلمه يوني سيلولر اورجانيزمز يعني وحيده الخليه. هي وحيده الخليه، وحيده لوحدها، ايوه بالظبط، خليه لوحدها. ده كائن جسمه كله خليه واحده، سيل واحده. ايه ده؟ هو في بكتيريا، ما هي البكتيريا. طيب المالتي سيلولر، كلمه مالتي متعدده. عارف انت لما تلعب انت وصاحبك بلاي ستيشن، يقول لك احنا نلعب كذا 4 مع بعض، نلعب مالتي كذا واحد، المالتي مليونير. مالتي يعني متعدده، عنده كتير. طيب نتكلم الاول على اليوني سيلولر. بصوا كده معايا، بيقول لي ان اليوني سيلولر their body
الاجسام بتاعتهم بتتكون من سنجل سيل، خليه واحده اسمها يوني سيلولار اورجانيزمز. تمام. unspecialized، كلمه unspecialized يعني معناها ان السيل دي بتعمل كل الوظائف. عارف انت لما اقول ان الانسان ده specialized يعني مخصص. انت دخلت شركه، الشركه دي لقيت فيه قسم حسابات، قسم HR، قسم دعايه، ده بنسميه كل واحد بيبقى سبيشاليزد في تخصص ليه، دي تخصص. السل دي هل هي بتتنفس ولا بتاكل ولا بتتحرك ولا بتتكاثر ولا بتعمل كله؟ هي دي كلمه unspecialized، كله، مش متخصصه. عارف انت لما تجيب صنايعي يقول لك ده انا بعمل كل حاجه، كله يقول لك ده انا شغال سباك ونقاش ونجار ومش عارف، كله ده بنسميه unspecialized. ايه ده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلى السيل بتبقى ايه؟ اللمسول اللي هي اليوني سيلولر هي unspecialized. ليه؟ ما هو لازم هي خليه واحده، يبقى لازم الخليه دي تعمل كل حاجه. سبحان الله، معناها ان السيل perform all vital processes، all vital processes او all vital activities، بتعمل كل النشاطات. طيب they can't be seen by the naked eye، ما ينفعش تشاف او ما بتشافش بالعين المجرده، but can by the light microscope، ممكن اشوفها باللايت مايكروسكوب. انا نسيت اجيبه لكم، ماشي. اللايت مايكروسكوب طبعا في احدث منه اسمه الكترونيك مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب هو الميكروسكوب ده، تمام. الميكروسكوب دوت بنقدر نحط تحته العينه وتقدر تخليك تشوفها، لانها في الطبيعه انت ما بتشوفهاش. مش هتشوف الاورجانيزم اللي هو من وان سيل، البكتيريا. انت شايف بكتيريا؟ ودي من نعمه ربنا على فكره، احنا كل الحياه اللي حوالينا فيها بكتيريا. طب اقول لك انت جسمك انت ايدك عليها بكتيريا دلوقتي، في بكتيريا بس انت مش شايفها. ده احنا وشنا عليه، جسمنا عليه، حتى لو غسلت ايدك مليون مره، غسلت وشك مليون مره، وفي بكتيريا مفيده وفي بكتيريا ضاره. بس في بكتيريا، في الهواء، فيه القلم عليه، فيه الموبايل اللي انت ماسكه دلوقتي. طيب ما تتخضش، لا ربنا خلقها كده ومن نعمه ربنا اللي احنا ما بنشوفهاش. لان تخيل معايا لو انت بتشوف البكتيريا دي الواحد هيتجنن، مش هيقدر يلمس حاجه، مش هيقدر يعيش. طيب so called microscopic organisms، عشان كده احنا بنسميها microscopic organisms. طب زي مين؟ هي اشهر حاجه طبعا البكتيريا، طبعا البكتيريا. طب في حاجات تانية، طبعا في حاجه اسمها اليست فانجس، فطر الخميره. فطر الخميره صغير يوني سيلولر برضه. البروتوزوا، بروتوزوا اللي هي زي الاميبا وزي البراميسيوم، تمام. البروتوزوا. الايوجلينا، كائن اسمه الايوجلينا. طب تعالوا نشوف كده الشكل بتاعهم. البكتيريا ده شكله بال اندر لايت مايكروسكوب، تحت الميكروسكوب كده، يعني هو شكلهم تحت الميكروسكوب كده. البكتيريا شكلها بتبقى كده، في طبعا بكتيريا دائريه وعصويه وليله، يعني اهي دي كده. الاميبا بتبقى عامله كده، بتبقى الاميبا تحس ان هي عامله زي الجيلي في بعضها كده شويه، الاميبا. الباراميسيوم، الباراميسيوم تبقى كده. وعايز اقول لك حاجه، الباراميسيوم بتتميز ان هي عندها شعيرات بس هي مش باينه في الصوره، بوريها لكم في الميكروسكوب. البراميسيوم بتتميز ان هي عندها شعيرات من بره. الايوجلينا، الايوجلينا بتتميز ان هي عندها ديل، هو مش ديل، هو فلاجيلا، صوت اللي هو اللي بيضرب زي كرباج كده بيضربه، بس طبعا الحاجات دي كلها صغيره جدا ما بتشافش اصلا. طيب اوكي، ايه بقى المالتي سيلولر؟ المالتي سيلولر اورجانيزمز، الكائنات المالتي سيلولر متعدده الخلايا. طب ما تيجي نمسك كده. المالتي سيلولر البادي بتاعتها بتتكون من ميني سيلز، عشان كده اسمها مالتي سيلولر، كذا خليه. so called multicellular organisms. their cells are بص الخلايا بتاعتهم بتتنوع. فاكرين لما كنت قلنا في التانيين unspecialized؟ دي بقى بتقولي vary in their shape and structure، يعني ليها اشكال كتيره وليها استخدامات وخصائص ووظائف وصفات كتيره. وكمان specialized، كل خليه ربنا خالقها بتعمل وظيفه محدده. يعني العضلات بتاعتنا دي، الخلايا بتاعت العضلات غير الخلايا بتاعت النيرفس، المخ او الاعصاب، يعني غير الخلايا بتاعت المعده، الاستومك، غير خلايا الدم، البلد. سبحان الله، احنا مالتي سيلولر، انما البكتيريا يوني سيلولر. عشان كده خليه واحده لازم تعمل كل حاجه. unspecialized، هي مش متخصصه، بتعمل كل حاجه. احنا ربنا مدينا
كذا خليه، مليارات الخلايا. عشان كده تبقى سبيشاليزد، كل مجموعه من السيلز perform specific vital process، بتعمل عمليات محدده. طيب relatively large، بتبقى حجمها كبير شويه in size and be seen by the naked eye، ممكن تشاف بالايه؟ تشاف بالعين. هو طبعا ايوه انا بتكلم على فكره المالتي سيلولر حجمها كبير، ايوه احنا حجمنا كبير، ده حتى النمله بتشاف على الاقل بالعين، فاهم انت؟ يعني النمله دي مالتي سيلولر على فكره. طيب زي مين؟ قلنا زي البلانتس، زي الانيمالز حيوانات، الفانجاي، البريدمول فانجس، المشروم فانجس. ايه البريدمول فانجس؟ فطر عفن الخبز. عارف انت لما تجيب عيش وتسيبه يعفن يطلع عليه فطريات كده، فطر، هو ده البريدمول فانجس على فكره. مشروم فانجس، المشروم اللي بيتحط على البيتزا وبيتحط على المشروم ده فانجس، فطر اسمه فطر المشروم، بيتشاف وبيتاكل طبعا، بعض الانواع منه مش كله، في انواع سامه. طيب يبقى البلانتس زي البالم بتتشاف مالتي سيلولر، الانيمال زي الدوج مالتي سيلولر، الفانجاي زي البريدمول فانجس وزي المشروم فانجس او المشروم اهو مالتي سيلولر. طيب اوكي، بص هنا دكاتره بيقول لي ايه الكاركترستكس، الصفات، البروبرتيز، يعني عشان لو كلمه كاركترستكس صعبه، ايه البروبرتيز، الصفات اللي بتميز الليفنج اورجانيزمز، الكائنات الحيه. في صفات بتميز الكائنات الحيه. الكائنات الحيه لازم تعمل العمليات دي. تعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه تعمل النيوتريشن، لازم يبقى في تغذيه، لازم تاكل. طبعا لازم، الكائنات الحيه لازم تاكل، احنا بناكل، الانيمالز بتاكل، النباتات حتى بتاكل عن طريق عمليه هقول لكم كمان شويه، انتوا عارفينها ما شاء الله. يبقى النيوتريشن، لازم الريسبيريشن، لازم نتنفس، ما هو القلم مش بيتنفس، مش كائن حي. لازم يبقى ترانسبورتيشن، مش النقل، انا بتنقل من مكان لمكان، السيركلاتوري سيستم اللي جوانا، نقل المواد اللي جوانا، انا اكلت الاكل في بطني، طبعا عايز الاكل يتوزع على كل الجسم اللي هو السيركلاتوري سيستم يعني. الاكسكريشن، الاخراج، العرق بقى واليورين والحاجات دي. الموفمنت، الحركه. ايه ده؟ هو النبات بيتحرك؟ طب قلت لنا النبات ليفنج، هو النبات بيتحرك؟ النبات بيتحرك. طب النبات بيتحرك ازاي؟ على فكره النبات برضه فيه ترانسبورت، عشان انا نسيت، في حاجه اسمها ترانسبورت، في حاجات بتطلع الميه والووتر والمينرالز لفوق وتنزل الطعام لتحت، الزايلم والفلويم، هنتكلم عليهم بعد كده، مالكش ما تلخبطش نفسك، مالكش دعوه. في النبات عنده ترانسبورت. طب هل النبات عنده موفمنت، بيتحرك؟ انا ما بشوفش النبات بيتحرك. لا النبات بيتحرك، بس حركه النبات مختلفه. النباتات في العموم لما بتكبر بتتحرك لفوق ولتحت، الروتس بينزل، والشوت ستيم اللي هو الشوت سيستم او اللي هو الروتس، يعني الجزء اللي فوق بقى الستيم والليفز بيطلع لفوق. هنكتشف ان في نباتات تانية بتتحرك حركه، ده في نبات بيلف حوالين نفسه كده يدور على الشمس، اللي احنا بنسميه سان فلاور، دوار الشمس. هنلاقي ان في نباتات سبحان الله اول ما حشره تيجي تقف تروح قافله عليها. ايه ده بيحصل؟ والله بيحصل، وهشوف وهوريها لكم بعد كده، وهوريها لكم باذن الله في السيشنز، وهيبقى في فيديوز ليها كمان. بتقفل، بتتحرك، حاسه. طب اقول لك الاغرب بقى، ده في نبات اول ما الانسان يجي يلمسه سبحان الله تلاقي النبات راح نازل لتحت ينزل لتحت، عايز يحمي نفسه، عايز يبعد عن ايد البني ادم، سبحان الله. طيب الموفمنت بيتحركوا يعني، الجروس النمو طبعا بننمو، السنسيشن بس هي مكتوبه غلط، السنسيشن الاحساس، الريبرودكشن التكاثر، حتى النباتات بتعمل عمليه تكاثر، البذور بتاعتها بتخلي النبات يكتر. الادابتيشن بالايه برضو هنا، ادابتيشن اللي هي التاقلم، بيتاقلم يعني. طب ايه رايكم نتكلم عن النيوتريشن، التغذيه بس التغذيه. انا عرفنا ان الليفنج اورجانيزمز لازم يكون فيها الكلام ده كله، لا نتكلم عن التغذيه بس. طيب بيقول لي النيوتريشن ان ايوكاريوتس او ايوكاريوتيك، اللي هي كائنات اسمها حقيقيات النواه، وده نتكلم عليها مش دلوقتي خالص، مش غيرش نفسك بيها. زينا احنا خلينا كاني بقول لك نيوتريشن فينا احنا. طيب وطبعا احنا والحيوانات معلش بالظبط هم ايوكاريوتيك برضو زينا، مش قصدي والله اهانه ولا حاجه، بس هم ايوكاريوتيك، والنباتات كمان ايوكاريوتيك. تمام؟ انت كده قلت كل حاجه يا مستر؟ لا في حاجات تانية مش ايوكاريوتيك بس مش وقتها. طيب الايوكاريوتس بيحصل على طعامه من كذا طريقه، يعني ممكن يحصل على طعامه عن طريق حاجه اسمها
عمليه الفوتوسينثيز، وساعتها بنسميهم اوتوتروف او بروديوسرز. فاكرينها؟ ولو مش فاكرينها انا هفكرها لكم ما تقلقوش. الاوتوتروفز او البروديوسرز اللي هي المنتجات اللي بتعرف تنتج اكلها بنفسها. يعني هي الاورجانيزمز اللي كان بروديوس their own food، كان بروديوس فود، بتعرف تعمل الاكل بتاعها عن طريق عمليه اسمها فوتوسينثيز بروسيس. ودي بتحصل في الكلوروبلاست. هي فيها حاجه اسمها كلوروبلاست لونها اخضر بتمتص ضوء الشمس وتعمل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس. طب ما تقول لي كده زي مين؟ اهي الجرين الجي. الجرين الجي اللي هي الطحالب الخضراء، لازم لونها جرين عشان يبقى فيها كلوروبلاست. الجرين اشمعنى الجرين؟ عشان يبقى فيها كلوروبلاست. البلانتس النباتات. طيب تمام، يبقى النباتات والجرين الجي هي عباره عن بروديوسرز او اوتوتروفز، وممكن نقول عليها اوتوتروفيك. ماشي صح برضو. اوتو، كلمه اوتو اصلا يعني ذاتي، تمام، وكلمه تروفس يعني تغذيه، فذات التغذيه بيعمل اكله بنفسه. طب امال النباتات قول لي امال النوع الثاني من الكائنات اسمه هيتيروتروفس. هنا بقى كلمه هيتيرو، على فكره الكلام هيتيرو ده لاتيني اصلا، اعتمادي، وتروفس يعني تغذيه، اعتمادي التغذيه، يعني بيعتمد على حاجه ثانيه، ما يعرفش يعتمد على نفسه. هنا ذاتي بياكل نفسه بذاته، وهنا اعتمادي بيعتمد. اوتوتروفس وهيتيروتروفس. هيتيروتروفس اللي هو الكونسيومر، كلمه كونسيومر يعني مستهلكات، وهي عباره عن الاورجانيزمز اللي depend directly or indirectly on other producer to obtain their food. وعلى فكره كلمه producer مش دقيقه قوي. on other living organisms، يعني بتعتمد على other living organisms، كائنات تانية. انا عايز اصغر الخط عشان اعرف اكتب. تمام. طيب زي الهيومن، احنا بنعتمد على النباتات، بناكل نباتات other living organisms، وبناكل حيوانات كمان. زي الانيمالز، البقر ما هو بياكل نباتات. زي الاسد ما هو بياكل حيوانات. يبقى المهم بيعتمد على حاجه ثانيه. ده اسمه ايه؟ اسمه هيتيروتروفس. تمام. طيب يا دكاتره، ايوه فاكرين العمليه دي؟ عمليه الفوتوسينثيز اهم عمليه في الحياه سبحان الله. عمليه الفوتوسينثيز من غيرها ما كانش هيبقى فيه نباتات، فبالتالي ما كانش هيبقى فيه حيوانات، فبالتالي ما كانش هيبقى فيه حياه، مش هيبقى فيه بني ادمين، مش هيبقى فيه اكسجين، مفيش حاجه. طيب تعالوا نتكلم كده عن الفوتوسينثيز بروسيس. ده البلانت بيتكون من الروت اللي تحت اهو، الستيم، الليفز الورق. طيب الروت بيقول لي ان الروتس absorb inorganic substance، المواد الان اورجانيك اللي بتستخدم في عمليه في عمليه الفوتوسينثيز. يعني الروت بتمص الان اورجانيك سبستانس. اللي هي ايه الان اورجانيك؟ بس مواد ايه الان اورجانيك؟ عشان في عندنا مواد اورجانيك ومواد ان اورجانيك. الان اورجانيك زي مين بس تبقوا عارفينها؟ زي الميه ان اورجانيك. زي المينرال سولتس، الاملاح ان اورجانيك. الاورجانيك بالبلدي دلوقتي، بالبلدي بس كده، اللي جايه من كائنات حيه، اللي جايه من كائن حي، مواد اورجانيك. ماشي دلوقتي لغايه لما ناخدها بالتفصيل. طيب بعدين الليفز بيمتص الكربون دايوكسيد جاز اللي جاي من الاتموسفير. برضو الكربون دايوكسيد ده ان اورجانيك. ايوه الكربون دايوكسيد اللي موجود في الجو، موجود في الهواء، ان اورجانيك. يبقى الروت بيمتص الميه والمينرال سولتس، والليفز بيمتص الكربون دايوكسيد من الهواء. طيب والكلوروفيل، لو تفتكروا كان في حاجه قلت لكم فوق اسمها كلوروبلاست، هي الكلوروفيل، هي كلوروبلاست وجواها الكلوروفيل، صبغه لونها اخضر، هي اللي بتخلي الورق لونه اخضر. دي بتمتص، هي مهمه لامتصاص اللايت انرجي، بتمتص اللايت انرجي. يبقى كده ايه اللي حصل؟ الروت امتصت الووتر والمينرالز، الليفز امتصت الكربون دايوكسيد، وبرده الليفز اللي في الكلوروفيل اللي في الليفز امتص الايه؟ اللايت انرجي. 3 حاجات امتصوها. طب طلعوا ايه بقى؟ حصل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس، والنبات راح مطلع اكسجين. وعلى فكره الاكسجين ده ان اورجانيك. ايوه بقى انتوا فهمتوا بقى، الان اورجانيك مش جاي من كائن حي. وجلوكوز شوجر. طب ثانيه، حد يقول لي طب ما هو الاكسجين جاي من نبات. لا انا قصدي مصدره نفسه. طب الجلوكوز، بص بقى، الجلوكوز
بصوا في طبعا حاجه تانية هي اللي تعرفني اورجانيك وين اورجانيك غير الموضوع دوت، انا بس بقول بالبلدي كده دلوقتي. الجلوكوز ده اورجانيك 100%، ماده اورجانيك. تمام. في زمايلكم الاكبر منكم في ثانوي كنا بنقول لهم ايه الفرق بين الاورجانيك والين اورجانيك برضو بطريقه اكتر بقى علميه، بس برضو الاورجانيك هي اي حاجه لازم يبقى فيها سي ولازم يبقى فيها اتش، ده اورجانيك. اي حاجه فيها سي بس او فيها اتش بس مش انه يبقى دي ساعتها مش اورجانيك، بنقول عليها ان اورجانيك. فاكرين الميه H2O يبقى اورجانيك ما فيهاش سي واتش؟ لا، ما هو قلنا سي واتش يبقى اورجانيك، عشان بس ايه تريح دماغك سيبك من. طيب السالتس الملح زي ال NaCl برضه ما فيهوش يبقى مش اورجانيك. طيب الكربون دايوكسيد، حد يقول لي ايوه يا مستر الكربون دايوكسيد CO2 اهي فيها سي بس ما فيهاش ايه اتش، برضه مش اورجانيك. طب الاكسجين برضه مش اورجانيك، اكسجين او. طب الجلوكوز، انتوا عارفين الجلوكوز رمزه ايه؟ C6H12O6. مالكش دعوه بيه، انت بس اعرف لي بس فيها سي وفيها اتش يبقى اورجانيك. تمام، يبقى بياخدوا كل الحاجات دي عشان يطلع لي الجلوكوز والاكسجين. طبعا هو بيطلع لنفسه مش لنا احنا. الجلوكوز ده ليه هو عشان ياكل، هو بيعمل ده عشان يعمل اكل، احنا بنستفاد بالاكسجين بقى. يبقى from the previous diagram من الرسمه اللي فوق دي فهمنا ايه؟ ان في inorganic substance بتستخدم في العمليه زي الميه، زي المينرال سالتس، زي الكربون دايوكسيد. تمام. وقلنا ان البرودكتس النواتج اللي بتطلع هي الجلوكوز وده اورجانيك، والاكسجين هو الانورجانيك. يعني الماده الوحيده الاورجانيك اللي بتطلع هي الجلوكوز، الماده الوحيده اصلا في العمليه الاورجانيك هي الجلوكوز. طيب السبستانس المسؤوله عن absorbing light energy، مين الماده اللي بتمتص اللايت؟ الكلوروفيل. طب هي الكلوروفيل موجوده في حاجه اسمها كلوروبلاست، اللي يقول لي كلوروبلاست او يقول لي كلوروفيل. تمام اوكي. طيب السبستانس produced by the plant as food from which it obtain energy، جلوكوز، الماده اللي بتطلع من النبات كطعام. حد يقول لي طب ما بيطلع من النبات حاجتين جلوكوز واكسجين، ما هو الراجل حدد قال as food عشان ممكن يسالني طعام يبقى جلوكوز. طيب equation المعادله دي of photosynthesis presents the ماشي، المعادله دي conversion تحول اللايت انرجي لجلوكوز. بصوا كده ادي ووتر، ادي كربون دايوكسيد، ادي لايت انرجي. الووتر معاها مينرال سالتس بس هي بتبقى دايبه فيها، فممكن نكتب ووتر بس. تمام مش فارقه، يعني ووتر او ووتر ومينرال سالتس. بحط كربون دايوكسيد ونحط لايت انرجي يطلع لي جلوكوز ويطلع لي اكسجين. عايز اقول حاجه بس، هو خد انرجي على فكره وطلع جلوكوز، اللي هي لو حد كان فاكر هي دي كيميكال انرجي. الجلوكوز ده كيميكال ايه؟ كيميكال انرجي. يبقى هو خد لايت انرجي وطلع بره جلوكوز اللي هو كيميكال انرجي. طيب ايه رايكم نحل كام حاجه مع بعض كده نشوف بس احنا فهمنا ايه وما فهمناش ايه، بنتسلى بس. all the following هقف لكم هنا اهوت عشان ما ايه. all the following are characteristics of consumer، كل ده من صفات الكونسيومر except ما عدا الكونسيومر المستهلكات اللي هي الهيتيروتروفس اللي هو زينا احنا. obtain their food in a complex form، بياخدوا الطعام في شكل معقد. طبعا احنا الطعام بيجي لنا، احنا بناكل النباتات وبناكل الحيوانات، ده يعتبر complex food. يبقى فعلا دي هو بيقول لي ما عدا، عايزين الوحيده اللي مختلفه. depend directly on other living organism، بيعتمد بطريقه مباشره على كائن تاني. بالظبط احنا بناكل كائن تاني. طب بيعتمد بطريقه غير مباشره على كائن تاني، برضه بنعتمد بطريقه، ايوه صح، يعني احنا بنعتمد بطريقه مباشره او غير مباشره، المهم بنعتمد على حاجه ثانيه depend. طب carry out photosynthesis، هل احنا carry out بيقوم بعمليه الفوتوسينثيز، هل احنا بنعمل بيها؟ لا. يبقى دي الوحيده اللي غلط، هو بيقول لك كلهم صح يعني كلهم من خصائص ما عدا، يبقى اختار دي. طيب in the process of photosynthesis which of the following do green plants use، يعني من خصائص الفوتوسينثيز مين في دولت الجرين بلانتس بيعملوا يوز بيستخدموا؟ الجرين بلانتس الكربون دايوكسيد جاز اند الووتر تو بروديوس انرجي، يعني بيستخدم الكربون دايوكسيد والووتر عشان ينتج طاقه، ولا الاكسجين جاز اند الووتر ما بيستخدمش الاكسجين، ولا الانرجي تو بروديوس كربون دايوكسيد هو بيستخدم، يعني هو بيستخدم، هيقول لك بيستخدم طاقه بس هل النبات بيطلع كربون دايوكسيد ولا بيطلع اكسجين؟ يبقى دي غلط.
طب بيستخدم الانرجي تو بروديوس اكسجين جاز اند جلوكوز. بصوا بقى الحته دي حلوه جدا هنا، بس في حاجه only، معلش انرجي only. هل هو بيستخدم الطاقه فقط عشان يطلع اكسجين وجلوكوز؟ هل بيستخدم الطاقه فقط؟ لا، يبقى بيستخدم كربون دايوكسيد جاز وبيستخدم الووتر عشان يطلع انرجي. هو ايه قصده الانرجي بس عشان تبقى فاهمين؟ بس هو قصده الانرجي هنا اللي هي الجلوكوز. ما هو الجلوكوز ده جواه طاقه اسمها كيميكال انرجي اللي هي بتديله طاقه يعني. طيب which of the following is absorbed by leaves during the photosynthesis process؟ مين في دولت بيمتص عن طريق الليفز؟ هل الليفز بيمتص الاكسجين؟ لا. بيمتص الكربون دايوكسيد جاز اونلي؟ لا. بيمتص الكربون دايوكسيد جاز واللايت؟ صح. طب الووتر ما ملوش، الليفز مالهاش دعوه بالميه. طيب all the following are inorganic substance used by the plant in the photosynthesis except. كل ده من المواد الانورجانيك اللي بيستخدمها النبات في عمليه الفوتوسينثيز ما عدا. طيب except ما عدا، يعني كلهم صح، كلهم ده فعلا انورجانيك وبيستخدموا نبات، ده فعلا انورجانيك وبيستخدموا نبات، ده فعلا انورجانيك وبيستخدموا نبات، ده اورجانيك وبيطلع مش بيستخدمه، فده المختلف خالص. طيب complete the smallest، وده اخر حاجه، the smallest structural unit in a hedgehog body. ايه الهيدجهوج بادي؟ اللي هو الجسم بتاع القنفذ. القنفذ ده اسمه هيدجهوج. يبقى اصغر حاجه بتكونه بص اصغر حاجه smallest structural unit in the hedgehog body is called، احنا هنسميها عندنا احنا السيل. smallest building unit او small structure unit. يا مستر بس احنا خدنا اصغر من كده، احنا خدنا ان ده جوه ده جوه ده جوه ده، بس احنا بالنسبه للليفنج اورجانيزمز هنقول اصغر حاجه، لان هو مش علينا دلوقتي ندخل في تفاصيل اصغر من السيل دلوقتي. السمول ستراكشر يونت ان ذا هيدجهوج بودي، ان ذا هيومن بودي، ان ذا ليفنج اورجانيزم بودي. طالما انتوا خدتوها، ايه تعريف السيل اصلا؟ هي السمولست بيلدينج يونت اوف ليفنج اورجانيزم. طيب space is from unicellular fungi. من اليونيسيلولار فانجاي. قول لي حاجه يونيسيلولار. اليست فانجس صح، اليست فانجس، البكتيريا، بس هو عايز هنا فانجاي. تمام. طيب space and space example of multicellular fungi. multicellular fungi يعني حاجات عندها multicellular. كان في اتنين، كان في بريد اللي احنا بنشوفهم حتى، مولد فانجس، فطر عفن الخبز، والمشروم فانجس. بريد مولد فانجس والمشروم فانجس. طيب from producer، من البروديوسرز that belong to eukaryote organisms. من البروديوسرز النباتات اللي بتعمل اكلها يعني. قول لي امثله للنباتات، بروديوسر نباتات. هتقول لي يا سيدي قول لي البالم تري النخل، قول لي الكورن الذره، قول لي الكاكتس الصبار، قول لي التري ملوخيه. فاهم انت؟ طيب وايل سبيس اند سبيس من الكونسيومر، من المستهلكات. ممكن تقول لي الدوج، الكات، الهيومن، اللايون. Green leaves contain A that are responsible for absorbing A. الجرين ليفز بتحتوي على ايه؟ صح، شطار. في ناس هتقول لي كلوروبلاست، وفي ناس هتقول لي كلوروفيل. الأصح الاثنين صح، الاثنين صح، مفيش حد غلط هنا. الجرين ليفز بتحتوي على ايه؟ بتمتص الابسوربنج، وبتمتص ايه؟ هي بتمتص اللايت انرجي، بتمتص اللايت انرجي. ماشي؟ تمام؟ كده الحمد لله احنا خلصنا السيشن الاولى باذن الرحمن. انا عارف ان في حاجات ممكن تكون صعبه شويه، بس ما تخافوش والله، الكلام ده كله هيتعاد وهيتقال كتير، وهنعمل عليه وهنحل عليه كتير وهنعيده كتير وهنراجع عليه كتير وهناخده بالتفصيل طبعا. ما تقلقوش خالص، احنا في اجازه بنتسلى مع بعض كده، ومش عايزكم تقلقوا من حاجه، وباذن الرحمن ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم يا حبايبي، اللهم امين يا رب. واستمتعوا بحياتكم، واستمتعوا باجازتكم، واستمتعوا باللي انتم بتعملوه، وربنا يوفقكم يا رب، اللهم امين، وتحققوا كل ما تتمنوه. معاكم دكتور امام علي، شكرا لكم حبايبي، سلام.